السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي قناة رياضة الأندية. نتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم آخر مستجدات كرة القدم السعودية. والآن نترككم مع الأخبار. الهلال يعرض على العويس التجديد موسمين. الهلال يكشف عن تفاصيل إصابة الشهراني ومدة غيابه. ماركو سيلفا يرد على تدريب الهلال في مونديال الأندية. الهلال ويوفنتوس يتصارعان على هداف الدوري التركي. خليفة جيسوس في الهلال مرشح لتدريب توتنهام. الهلال يحدد موعد عودة ليوناردو إلى التدريب بعد رحلة البرازيل. ياسر الشهراني يغيب عن الهلال بسبب الإصابة. الهلال يطلب ياي سلام من الأهلي في كأس العالم للأندية. أنجويسا يوافق على الانتقال إلى الهلال. تسعى إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل إلى تجديد عقد الدولي محمد العويس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لمدة عامين لضمان استمراره مع الزعيم. وينتهي عقد العويس مع نادي الهلال بنهاية الموسم الجاري، ودخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع إلى أي ناد دون موافقة ناديه الأصلي في يناير الماضي، بعدما انضم لصفوف الزعيم في عام 2022 قادما من الأهلي. هذا ولقد قدم مسؤولو نادي الهلال عرضا رسميا للعويس لتجديد عقده، ولا يزال الحارس الدولي يدرس العرض في ظل وجود اهتمام من أندية كبيرة تسعى للتعاقد معه دون الرد بصفة نهائية على العرض الأزرق. وطلب الهلال من العويس الرد على العرض قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي يستعد لها الزعيم للمشاركة فيها في يونيو المقبل، في خطوة تهدف إلى حسم ملف الحارس مبكرا حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية أمس الجمعة. ويشار إلى أن العويس بدأ مسيرته الكروية في نادي الشباب، حيث تدرج في الفئات السنية وصولا للفريق الأول قبل أن ينتقل إلى الأهلي في 2017، ومنه إلى الهلال في صفقة انتقال حر خلال صيف 2022. ومن جهة أخرى، كشف نادي الهلال مساء أمس الجمعة عن تفاصيل إصابة ياسر الشهراني لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والتي تعرض لها على هامش مشاركته في اللقاء الماضي ضد الرائد. وتعرض الشهراني لإصابة عضلية في الدقيقة 22 من زمن مباراة الهلال ضد الرائد، ولم يستطع استكمال اللقاء ليتم الدفع بالظهير حمد اليامي بدلا منه. وأوضحت الفحوصات التي خضع لها الشهراني تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ الأمامية حسب ما ذكر نادي الهلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس. وأشار نادي الهلال إلى أن الشهراني سيخضع لبرنامج تأهيلي يستمر لمدة 3 أسابيع، وبذلك يفقد الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد الشلهوب إلى خدمات الظهير حتى نهاية الموسم الجاري. ومن جهة أخرى، رد ماركو سيلفا المدير الفني لفريق فولهام الإنجليزي على فكرة تدريب الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 خلفا للمدرب جيسوس الذي تمت إقالته. وقال ماركو سيلفا خلال المؤتمر الصحفي أمس الجمعة: هذا النوع من الارتباطات أو التكهنات أمر لا أضيع وقتي في الحديث عنه والتفكير فيه. وأضاف: لأكون صادقا، أهم شيء كما هو الحال دائما منذ انضمامي إلى فولهام هو النادي، ولن أذهب للدوري السعودي، لكن لا أستبعد العمل خارج أوروبا مستقبلا. وأكمل: عليك كمدرب أن تكون منفتحا على كل ما يمكن أن يقدمه لك سوق الانتقالات أو طموحك، وأن تظهر ذلك. بالنسبة لي في المواسم القليلة الماضية كان من الواضح للجميع ما هي طموحاتي. هذا ولقد كان ماركو سيلفا محط اهتمام العديد من الأندية السعودية طوال فترة وجوده في غرب لندن، حيث رفض عرضا بقيمة 40 مليون جنيه استرليني لمدة عامين لتدريب الأهلي في يوليو 2023. ويأمل فولهام أن يتمكن سيلفا من الوفاء بعقده الحالي الذي ينتهي في عام 2026. ومع ذلك فإن إحدى نقاط الخلاف المحتملة لفولهام في تأمين مستقبل سيلفا هي كيفية دعمهم له في فترة الانتقالات. وفي سياق آخر، دخل نادي يوفنتوس في سباق التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسمين مهاجم نابولي الإيطالي والمعار إلى جلطة سرايا التركي هذا الموسم. ولقد أكدت صحيفة ديلو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس ينافس الهلال السعودي على ضم فيكتور أوسمين قبل بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها هذا الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية. وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن يوفنتوس مستعد لتقديم عرض بقيمة 85 مليون يورو يتضمن المبلغ الثابت والمكافآت من أجل أوسمين. وأضاف المصدر ذاته أن يوفنتوس يواجه منافسة صعبة مع الهلال الذي يعرض 75 مليون يورو كشرط جزائي صالح للأندية الأجنبية فقط، مع راتب ضخم للمهاجم النيجيري الذي سيقرر مستقبله. وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد أوسمين 75 مليون يورو مع نابولي حتى 2026.
ويفكر النيجيري في خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي للعب بصفوف الهلال، حيث يتقاضى راتبا يتراوح ما بين 30 إلى 35 يورو. ويشارك الهلال ويوفنتوس في بطولة كأس العالم للأندية هذا الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية، ويتطلع الناديان لتدعيم الهجوم باستقطاب أوسمان الذي يقدم موسما رائعا مع جلطة سراي، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري التركي ب25 هدفا. وخاض أوسمان مع جلطة سراي التركي 37 مباراة بكل البطولات هذا الموسم، وسجل 33 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة. ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أمس الجمعة عن موعد انتظام البرازيلي ماركوس ليوناردو مهاجم نادي الهلال السعودي في التدريبات الجماعية بعد أن سافر مؤخرا لبلاده للاطمئنان على والدته. وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن البرازيلي ماركوس ليوناردو سوف يشارك في ميران نادي الهلال اليوم بعدما اطمأن على صحة والدته في بلاده. وأوضحت الصحيفة أن ماركوس ليوناردو سوف يكون ضمن قائمة نادي الهلال لخوض مباراة العروبة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وخاض البرازيلي ماركوس ليوناردو 38 مباراة هذا الموسم مع نادي الهلال، سجل خلالها 25 هدفا وصنع 3 أهداف فقط. وكان نادي الهلال قد فاز على الرائد ب5 أهداف مقابل 3 ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في أولى مباريات محمد الشلهوب كمدرب مؤقت خلفا للمقال البرتغالي جيسوس. وفي سياق منفصل، دخلت 4 أندية سعودية في منافسة شرسة على التعاقد مع الدولي سعود عبد الحميد لاعب نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل انطلاق الموسم المقبل. ويمتلك سعود عبد الحميد 5 عروض من أجل الرحيل عن روما هذا الصيف، وذلك بعد تجربة احترافية قصيرة مع الذئاب، وذلك نظرا لعدم مشاركته بصفة مستمرة خلال هذا الموسم. وتلقى سعود عبد الحميد عروضا احترافية من 4 أندية سعودية، وهي الاتحاد والهلال والأهلي ونيوم، بالإضافة إلى عرض من ناد فرنسي حسب ما ذكرت صحيفة عكاظ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس. ويعتبر عرض نادي الاتحاد حتى هذه اللحظة هو العرض الأفضل من بين العروض المقدمة الأخرى للتعاقد مع سعود عبد الحميد. الجدير بالذكر أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل كانت قد وافقت على انتقال سعود عبد الحميد إلى نادي روما الإيطالي خلال الصيف الماضي في صفقة بلغت قيمتها المالية 4 مليون يورو. ومن ناحية أخرى، أعرب البرازيلي كايو سيزار جناح الهلال عن سعادته الغامرة بوصوله للمباراة رقم 100 في مسيرته الكروية، وجاء هذا الإنجاز خلال فوز الهلال على الرائد ب5 أهداف مقابل 3 في الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقال كايو في تصريحات له: عشت لحظة مميزة مع الهلال ببلوغ المباراة رقم 100 في مسيرتي، وأنا سعيد جدا هنا. وأضاف: أقدم أداء جيدا وهذا يعزز سعادتي بمسيرتي المهنية، وأطمح للاستمرار على هذا المنوال. وانضم كايو صاحب 21 عاما للهلال في الميركاتو الشتوي 2024، وشارك منذ ذلك الحين في 17 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفا وصنع 3 تمريرات حاسمة. ويستعد الهلال لمواجهة العروبة مساء الاثنين المقبل ضمن الجولة 31 من دوري روشن. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال أنهت اتفاقها مع قائد الفريق سالم الدوسري على تجديد عقده الذي كان محل ترقب وانتظار من قبل جماهير النادي خلال الفترة الماضية. وأكدت المصادر الإعلامية أن الإعلان الرسمي عن تجديد عقد الدوسري سيتم خلال الفترة القريبة القادمة، في خطوة تعكس رغبة الطرفين في استمرار العلاقة بينهما. وكانت عدة أندية قد أبدت اهتمامها بالتعاقد مع النجم السعودي خلال الموسم المقبل في دوري روشن السعودي للمحترفين، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده الحالي مع نادي الهلال، إلا أن قائد الزعيم حسم الجدل بإعلان استمراره مع الهلال ورفض فكرة الرحيل عن صفوف الفريق الذي يعد أحد أبرز نجومه. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يستعد فيه الهلال لمواجهة العروبة ضمن مباريات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها على ملعب المملكة أرينا وسط غياب ثنائي الفريق عن المباراة. ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق 6 نقاط عن الاتحاد المتصدر، مع تبقي 4 جولات على نهاية المسابقة، في وقت يسعى فيه لاستعادة توازنه تحت قيادة مدربه المؤقت محمد الشلهوب بعد خسارته للمنافسة على لقبي كأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة.
ومن ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية عن موافقة الكاميروني أندريه فرانكان جويسا لاعب وسط نابولي الإيطالي على العرض المقدم من برنامج الاستقطاب السعودي للانتقال إلى صفوف الهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت التقارير الواردة من نابولي أن النادي الأزرق هو المرشح للظفر بخدمات اللاعب الكاميروني الدولي في صفقة من المتوقع أن تعزز خط وسط الزعيم بشكل كبير. ويبدو أن انضمام جويسا سيمنح الهلال خط وسط استثنائيا برفقة الصربي سافيتش والبرتغالي نيفيز، مما يعزز من فرص الفريق محليا وقاريا في الموسم المقبل، خاصة مع ما يتميز به الكاميروني من قدرات بدنية وفنية عالية. ومن جهة أخرى يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الأولى 2025. هذا ويبحث الهلال عن مدير فني جديد قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025 بعد إقالة المدير الفني البرتغالي جيسوس. وطالب قطاع من جمهور نادي الهلال بالتعاقد مع المدير الفني ماتياس يايسلا لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية، إلا أن الاقتراح واجه اعتراضات جمهور الأهلي المتمسك بمديره الفني الذي حقق معه دوري أبطال آسيا قبل أيام قليلة. ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه والتمسك بجميع عناصر النجاح التي ساهمت في تحقيق دوري أبطال آسيا للنخبة هذا العام.